هي ليست مجرد جوارب، بل إنذار مبكر لحياة كانت على وشك أن تبدأ ثم توقفت بلحظة. كثيرون يرون الحب أنه مشاعر فقط، لكن شابة سعودية أثبتت أن التفاصيل الصغيرة تكشف أشياء لا تقال وتنهي علاقات لا تصلح. اسمع قصتها ثم تقرر بنفسك، هل كانت محقة أم أن مسألة الجوارب لا تستحق كل هذا الضجيج؟ جلس الجميع في المجلس، الحديث يدور بين ضحكات مجاملة وعيون تراقب. الزائر هو الخطيب المنتظر، شاب سعودي أنيق يعمل في وظيفة حكومية، يملك بستانا ورثه عن والده، وقبل أسابيع فقط تمت الخطبة بمباركة الجميع. العروس لم تخفي رضاها، لم يكن فارس أحلامها الخيالي، لكنه بدا عاقلا مستقرا ومناسبا بما يكفي. لكن ما لم يكن في الحسبان أن جوربا سيكون الشرارة التي تشعل النهاية. في زيارة رسمية لمنزل أهل العروس، جلس الشاب متحدثا بطلاقة عن خطط الزواج ومشاريع المستقبل، بينما كانت هي تراقبه بصمت. ثم بينما مد ساقه ووضع قدما على الأخرى، انكشفت الحقيقة. جوارب ممزقة بشكل واضح، لم تصدق ما رأت. هل يعقل أن يأتي إلى منزل خطيبته بهذا المظهر؟ هل هو إهمال، لا مبالاة، أم عادة راسخة لا تتغير؟ دقيقة صمت داخلي، ثم انسحاب هادئ إلى غرفتها دون أن يشعر أحد. أمسكت هاتفها وكتبت مباشرة لوالدها عبر واتساب: لن أستطيع المواصلة، يحرجني بمظهره، افسخ الخطوبة اليوم. الرسالة كانت واضحة، لا تحتاج شرحا. بعد قليل فهم والدها واحترم رغبتها، وفي المجلس نفسه تم إنهاء الخطوبة دون ضجيج، وخرج العريس من الباب دون أن يعرف أن الجورب هو من طرده. حين سئلت لاحقا عن السبب، أجابت بجملة لا تزال تتداولها منصات التواصل: إن كانت جواربه ممزقة أيام الخطوبة، أجل كيف سيكون بعد الزواج؟ ضحك البعض، انتقدها البعض، لكن كثيرين أيدوا ما فعلته، لأن المظهر ليس فقط أناقة، بل رسالة احترام للطرف الآخر. فالمرأة خاصة في مجتمعاتنا لا تبحث عن المال وحده أو الوظيفة، بل عن رجل يعرف كيف يقدر وجودها حتى في أبسط التفاصيل. والأهم أن هذه القصة أكدت أن أول اختبار حقيقي للعلاقة ليس في الكلمات الجميلة أو الهدايا، بل في العفوية، في اللحظة التي يظهر فيها الإنسان على طبيعته. الأمر أثار موجة واسعة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية. البعض رأى الأمر بسيطا، والبعض الآخر ظنه سخيفا ولا يليق، لكن بالنسبة لشريكة حياته كان كافيا ليختصر مستقبلا كاملا لا تريده، يحرجها فيه شريكها بإطلالاته غير المرتبة وعدم حرصه على مظهره. ليس كل ما ينهي العلاقات تجاوز أو كذب، أحيانا جورب ممزق يكشف أكثر من 1000 كلمة. فهل كانت حكيمة أم أن الحكم كان قاسيا؟ القرار بين يديك.